سلام حبابي الحين رمضان ولا رابحكم قول لو بعد واش كي عجبك تعيش بالليل ولا نهار عاد أجي تسمع أسيدي لي كي يعيش بليل أشي كي يوقع ليوما غادي نعطيكم حقيقة علمية غريبة وصادمة شوية على الناس اللي كي عجبوهم يعيشوا بالليل وكي كرهوا النهار النايت ألز. دراسة كبيرة نشرت في 2026 من جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد تتبعت أكثر من 430 ألف شخص على مدى 10 سنين، ولقت حاجة ما كانتش متوقعة. الناس اللي كي يعيشوا بالليل، اللي كي يناموا متأخر وكي يصحوا متأخر، كي طول عمرهم بمعدل 1.2 سنة أكثر من اللي كي يعيشوا بالنهار early birds. لكن بشرط واحد مهم جدا، يخدموا أو يديروا أنشطتهم في أوقات الليل اللي تناسبهم البيولوجية، يعني ما يجبرش على الاستيقاظ بكري كل يوم. الأغرب واللي كي خوف، اللي كي يعيشوا بالليل وكيبر نفسه يصحى بكري، مثل اللي كي يخدموا 9 صباحا، كي يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 28%، وخطر أمراض القلب بنسبة 19%، وكي يقلل متوسط العمر ب1.5 سنة. لكن اللي كي يعيشوا بالليل وكي يخدموا، كي يدرسوا في الليل، مثل فريلانس، لاعبين، كتاب، فنانين، مبرمجين، كي يحافظوا على صحة نفسية أحسن وكي طول العمر. السبب العلمي، ساعة الجسم البيولوجية كرونيتيب عند الليليين كتكون متأخرة طبيعياً، وكلما كان الإنسان كي يحارب ساعته الطبيعية كي يصحى بكري رغم أنه ليلي، كي يرفع الكورتيزول المزمن، كي يقلل الميلاتونين، وكي يخلي الدماغ في حالة توتر دائم. يعني إذا كنتي من اللي كي عجبوا يعيشوا بالليل، ما تعذبيش راسك باش تصحي بكري. الجسم ديالك مصمم يعيش هكا، والعكس كي يضرك أكثر. واش عزيز عليك تعيشي بالليل ولا بالنهار؟ قولي في الكومنتات دابا بالليل ولا بالنهار، وإذا بغيتي تحكي ليه كتفضليها شاركي تجربتك. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل حقيقة غريبة وعلمية. نشوفكم قريب، سلام.